السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي نلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاوقات واحسن الظروف. اليوم ان شاء الله غندير معكم هاد المقلوبه اللي تتجي لذيذه سهله وفي المتناول، يعني صحيه وزوينه وسهله بالنسبه باش نبدلوا الروتين ديال الطبخ ديالنا. كل نهار تنديروا حاجه. اليوم هاد الوصفه هادي تقدروا ديروها في العشاء او في الغداء، شي حاجه اللي زوينه صحيه ومغذيه اكيد للوليدات، فيها خضيره وشي حاجه اللي زوينه بزاف. بقاو في الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نشرمل فيه الدجاج ديالي. عندي هنا الربيع اللي مقطع مع الثومه والحامض مصير، غير داك اللوب ديالو. عندي المليحه، عندي شويه سكينجبير، شويه البزار، الخرقوم، وغادي نضيفو التحميره. هاد الوصفه غادي نضيفو فيها التحميره. صافي تنخلط كلشي بواحد شويه ديال الماء غير باش نطلق هذيك الشرموله ديالي. غادي نشرملو الدجاج ديالنا. بالنسبه للكميه تيدير الانسان داكشي اللي يقدر عليه. تقدري ديري الدجاجه كامله اولا ديريها كطريفات اللي بغيتي واللي موجود عندك. وبطبيعه الحال كاين واحد كل واحد شنو تياكل في الدجاج، كاين اللي تيبغي الفخاد، كاين اللي تيبغي الصدر، كاين اللي تيبغي كلشي. يعني تختاري داكشي اللي تياكلو موالين الدار ديالكم اولا وليداتك. تختاري بطبيعه الحال الكميه. تنشرملو الدجاج ديالنا وما نكرهوش نخليه ليله كامله. ما عندكمش الوقت تقدروا تخليوه ساعه ولا ساعتين، ديروه في الثلاجة حتى ما توجدوا المقادير الأخرى. أنا غادي نغطيه ونديرو في الثلاجة على ما نوجد. ما غادي ما نخليهش ليلة كاملة، غير واحد ساعتين بركة. وغادي نوجد الخطيرة ديالي ونخلي الدجاج يتشرمل باش يشرب ديك العطرية ديالو ويجي فتي. وتيجي أكيد هاد الأكلة البنات تجي سهلة، والمهم أنها تتجي لذيذة بزاف والوليدات تيبغيوها. غادي من بعد غادي نديرها واحد بعد ما تيتشرمل تيترقد في ديك العطريه ديالو. تنديروه في واحد الكسكاس باش يتبخر داك الدجاج. بالنسبه للعطريه انا قسمتها على جوج، يعني خليت شرملت الدجاج والنصف الاخر خليته باش نشرمل به الخضره. هنا غادي ندير لاريكو. بالنسبه للخضر تختاروا اللي بغيتو، يعني ماشي شرط انكم ديروا لاريكو. يعني اللي تيبغيو بطبيعه الحال وليداتكم اللي تتبغيو نتوما تنشرملوها وتنديروها فوق الدجاج مباشره كما تتشوفوا معايا. وكذلك هنا قطعت خيزو، يعني انا غادي ندير واحد الخضيره اللي مشكله. كاين اللي تيدير غير البطاطا غتجي شويه ثقيله مع في الوصفه. من الاحسن تشكلوا هكا الخضيره باش تجي لذيذه. بطبيعه الحال تا هو شرملته وزدته فوق من الخضره ديالي، وزدت البطاطا وزدت القريعه الخضراء. صافي حتى هي قطعتها وشرملتها في نفس الشرموله، وغادي نضيفها فوق من الخضيره باش تفور حتى هي. صافي تنغطي عليها وتنخليها تطيب بطبيعه الحال وطلع فيها الفوره. هنا عندي الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء، صفيتها وقطعتها وزدت عليها هاد العناصر هادو اللي هما عندي هنايا الزيت. بالنسبه لهاد الكميه تتبقى على حسب شحال نتوما في افراد العائله وشحال كل واحد شحال تيدير. بالنسبه للشعريه الصينيه هنايا تنضيف عليها الربيع. ضفت عليها درت لها شرموله ديالتها بوحدها، لان انا الشرموله ديال الدجاج زدت فيها شويه الماء. هنايا ما غنزيدش الماء، درت فيها الربيع، الحامض مصير مقطع، الزيتون، هريسه، مليحه، الابزاز، سكينجبير والخرقوم. صافي غادي نخلطها مزيان. والربيع بطبيعه الحال تا هو مش مقطع. من الاحسن الا كانت طريه تجي زوينه. وهي باش السر ديالها باش تجيكم زوينه هي الهريسه، يعني اللي بالنسبه اللي تيبغي الحار خاصها تكون شويه حاره. صافي وتنديرها فوق من الدجاج مباشره بعد ما شرملتها. تنديرها فوق الدجاج باش طيب ونخليوها حتى تطيب واحد نصف ساعه، لان تنخليو حنايا ديك الشعريه الصينيه هي الاخرى. يعني تنحس دوز واحد الساعه تقريبا عاد ندير الشعريه الصينيه ديالتي باش ما تجيش معجنه. نص ساعة كافية. تنغطيو عليها وتنقلبوا في الطبسيل كيف ما تتشوفوا. قلبتها بهذه الطريقة هذه، جات واحد الوصفة اللي سهلة زوينة بزاف. بطبيعة الحال صحية لأن فيها الخضار، فيها بروتين وفيها الخضار وفيتامينات، يعني شي حاجة اللي صحية أكيد. نتمنى الوصفة تجربوها وما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالدعم ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينة. تفاعلوا مع الفيديو باش يطلع لينا حتى حنايا شوية، ولأن شحال اللي ما حطيت لكم فيديوهات. نتمنى أنكم تفاعلوا معاه وبالصحة وراحة وجربوا الوصفة لأنها سهلة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. خليتكم في أمان الله، مع السلامة.